والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. خوتي خواتاتي صحاباتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم؟ اموركم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وديما تبقاو على خير وبخير. توحشتكم، شحال هادي ما حطيت معكم شي وصفه. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال القريشلات هكا، ولا مهم قريصات زوينين اقتصاديين وكيجيو ألذ ما يكون. نتوما كتشوفوا، نتمنى يعجبوكم وندوزو على بركة الله للطريقة والمقادير. الطريقة والمقادير: عندي كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء، ما تصور ليش، او كاس بجوج بهم جوج كيسان ديال الحليب، معلقه ديال الخميره الفوريه ديال الخبز وشي شويه، معلقه وشويه، نص كاس ديال سنيده العبار بكاس ديال العنبه، غادي نخلطوا هاد العناصر مع بعضياتهم ونخليو الخميره حتى تفاعل لنا، نغطيوها ونخليوها تتفاعل لنا الخميره ونرجعوا. نغطيوها كاب بلاستيك غذائي ولا بلاستيك كما كانت، تكون غير نقيه. بعد ما تفاعلت لنا الخميره وخمرت، غادي نزيد نص كاس ديال الزيت نباتيه، قبيصه ديال الملحه، ساشي ديال زهرة البرتقال، كيعطي واحد اللذة واحد المذاق غزال، والريحه فاش كطيب كتجي غزاله غزاله غزاله. بيضه، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان. مع التحريك تندمج العناصر مع بعضياتها. الدقيق راه عندي مغربل، عندي هنا كيلو ديال الدقيق ممتاز ديال الحلويات، وغادي ندير عيني ميزاني نشوف شنو غادي يبقى لي. غادي نخلط بالفوي، ومن بعد غادي نحيد الفوي وغادي نكمل بيديا. نزيد الدقيق بشويه بشويه. هاد الكريسات تحتاجوا الكاسكروط للدراري المدرسه هكا للكوتي، كتعرفي شنو كتعطي لوليداتك، حويجه ديال الدار نقيه. كنزيد ساشي ديال الخميره الحمراء. غادي نبدا نعجن بيديا هكا تتجمع لي العجينه. العجينه ديالي هي تجمعات، ما تكونش جاريه ما تكونش قاصحه، كندهن يديا بالزيت باش كنجمعها، تكون مرخوفه باش كتجي بحال القطن، خفيفه هشيشه. دابا غادي نغطيها ترتاح وتزيد ضاعف الحجم ديالها ونرجع. من بعد انا رجعت معكم، غادي نقرص، ندير قريصات بهذا الشكل هكا صغيورين.
غنديرهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل العجينه اللي عندي. ديروا غير كريسات صغيره راهم مع الخميره اللي فيهم راه كيتنفخوا في الفران. انا ما درت فيهم الجنجلان والنافع، واللي بغى يدير فيهم الجنجلان والنافع يديروا، يجيو حتى هما بالجنجلان والنافع زوينين. كندهنو بهذا الشكل هكا كما قلت لكم، اما البيض والحليب اما البيض والخل باش كيحيد ديك الزفره ديال البيض. وغادي نستمر بهذه الطريقه تنكمل الكريسات اللي عندي كاملين. ودرت عليهم واحد شويه ديال الجنجلان وعاودت تبتو بالشتاء باش ما كيطيحوش ملي كيطيبوا. ايوا هذه هي الطريقه. الكريسات او القريشلات ديالنا هما طابو، كيجيو هانتوما كتشوفوا فتيين غزالين هشاشين ولدادين، كيجيو زوينين للفطور ولا الكاسكروط للكوتي مع زبيده وكيس داتاي ولا القهوه والحليب، كيجيو غزالين. ايوا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم، وما تنساوناش من يجي مول الاشتراكات والتعليقات الزوينين ديالكم، راه هما اللي كيحفزونا وكيشجعونا. ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في حفظ الله ورعايته. شكرا، شكرا بزاف الناس اللي متبعيني ومرافقيني، كنشكركم بزاف بزاف، تبارك الله عليكم.